السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان من تلفزيون دولة إريتريا. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الجمعية الوطنية لمهنية علوم الأرض ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها التأسيسي. المرأة في من دفرت تشجع العاملين في شق طريق عد دخال عند قرقيس. المدارس تساهم بفعالية في التبرع الطوعي للدم بدك حريق. محادثات التغير المناخي تنتهي إلى التأجيل. المكسيك ترفض المفتشين الأمريكيين في مصانعها. وإجلاء 54 ألفا من مدينة إيطاليا لنزع فتيل قنبلة من الحرب العالمية الثانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت الجمعية الوطنية لمهنية علوم الأرض ومهندسي التعدين يوم أمس 14 من ديسمبر مؤتمرها التأسيسي في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا بالعاصمة أسمرا. الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المدير العام لقسم التعدين في وزارة الطاقة والتعدين السيد ألم جبراب قال فيها إنه ورغم قلة مهنيي علوم الأرض من الإريتريين في أوروبا إبان الكفاح المسلح، إلا أنهم كانوا يتخذون من المهرجان الوطني الإريتري في بولونيا الإيطالية ملتقى للتباحث واتخاذ خطوات تعزز سبل مساهماتهم في النضال التحرري. ورغم تأخر عملية تأسيس الجمعية، إلا أنها تلعب دورا دافعا في المرحلة التي ولجنا إليها. وقد أجرى المشاركون نقاشا موسعا حول مسودة دستور الجمعية ومحتوى مواده، إضافة إلى عملية انتخاب لجنة إدارية ولجنة تشاورية. وقدمت في المناسبة أوراق بحثية وندوات ترتبط بدراسات علوم الأرض والتعدين تركزت على تطوير الموارد البشرية، إضافة إلى أبحاث علوم الأرض. وفي اللقاء الذي أجراه رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور سيف برهاني مع وكالة الأنباء الإريتريا إرينا، أكد بعد أن أوضح أهمية الهدف الرئيسي من عقد المؤتمر التأسيسي، أكد على العمل المنسق مع جمعيات مهنية وطنية أخرى والمؤسسات الحكومية. في الختام، اختار المؤتمرون لجنة تنفيذية تتكون من 5 أعضاء. الجمعية الوطنية لمهنية علوم الأرض ومهندسي التعدين وجدت الاعتراف والقبول الرسمي ابتداء من 19 من نوفمبر 2019 من الجهات الحكومية المعنية. أوضح مكتب التعليم في إقليم القشبركة في التقييم الذي أجراه في 11 من ديسمبر الجاري لنتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2018-2019 تحسن النتائج مقارنة مع العام السابق. وأوضحت منسقة امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم السيدة سلاس اسملاش في التقرير الذي قدمته، أوضحت جلوس 8060 طالب للامتحانات، وبلغت نسبة النجاح 52%، وزادت النسبة ب4% عن العام الدراسي 2017-2018. وذكرت على العمل لتحسين النتيجة مستقبل من خلال التعرف على أسباب التدني وإيجاد الحلول لها. من جانبه، أوضح مسؤول الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم الأستاذ عبدي أسفهاد جلوس 51121 طالب لامتحانات الشهادة المتوسطة، بينهم 25764 طالبا حقق منهم 3651 طالب التقاء النقاط العالية. وشدد على ضرورة العمل الجاد لتحسين النتيجة. وقال المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب في الاجتماع أن تحسن العملية التعليمية مسؤولية كافة قطاعات الحكومة والمجتمع. قامت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في مندفرة بتشجيع أعضاء قوات الدفاع والشركة بالدخول للإنشاءات الناشطين في شق طريق الدخالة عند قرقيس الجديد. وذكرت العضوات التي سجلن زيارة تفقدية للأعمال التنموية في 12 من ديسمبر الجاري بأن الهدف من الزيارة هو تشجيع ورفع معنويات الناشطين في المهام التنموية، مشيدات بالتفاني والكفاءة المهنية الشبابية. وقالت مسؤولة المرأة في الإقليم الجنوبي السيدة سنيت أفورقي إن شق الطريق يسهم كثيرا في تطور الاقتصاد الاجتماعي وخاصة دوره المهم في مصلحة المرأة، مؤكدة وقوفهن إلى جانب أبطال التنمية حتى اكتمال المشروع.
وأوضح السيد عباي قبر مسقال مسؤول مشاريع العناية بالبنى التحتية في شركة بالدهول للإنشاءات بأن الطريق القديم الوعر الذي كان يمر عبر عد خالة ومن ثم عد خيتو إلى منطقة إندا قرقيس لم يكن يقدم خدمات مواصلات جيدة لسكان المناطق الكائنة في جانبي الطريق، لذلك تقرر شق طريق آخر بطول 16 كيلومترا حيث تم إنجاز أعمال فعالة حتى الآن. وشكر الناشطون في أعمال شق الطريق المواطنين الذين يقفون إلى جانبهم مما يدفع ذلك لمزيد من العمل. ذكر مسؤول خدمات التبرع الطوعي للدم بأن مساهمة مدارس مديرية دك أمحري في التبرع الطوعي للدم ظلت تظهر ارتفاعا مضطردا عاما إثر آخر. وأوضح ذلك السيد محاري أبراهام في إطار حملة تبرع الدم التي جرت في الفترة من 9 حتى 14 من ديسمبر الجاري في مختلف مدارس المديرية، حيث تبرع الطلاب 554 وحدة دم. وأفاد مراسل إرينا تنظيم حملات توعية مكثفة لموظفي الحكومة في المديرية للتبرع الطوعي بالدم. وأشار مسؤول مكتب التعليم وعضو لجنة التبرع الطوعي للدم في المديرية الأستاذ ركبي كفلي إلى أن زيادة التبرع الطوعي للدم في المديرية من عام إلى آخر هو بفضل حملات التوعية الجارية باستمرار. أفادت التقارير الواردة إلى السير الجيد لعملية التطعيم ضد السحائي في مديرية عد قيح التي بدأت في 7 من ديسمبر. وبدأ برنامج التطعيم في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية بتطعيم أكثر من 2100 طالب وتتواصل في جميع المدارس. وأوضح المدير الطبي لمستشفى عد قيح الدكتور بهبلوم مكيلة أن البرنامج بدأ مسبقا وضعا في الاعتبار طلاب الكلية، وقد أجريت الاستعدادات اللازمة لتنفيذه من 15 من ديسمبر للمواطنين من عمر السنة وحتى 30 سنة. وذكر أن التطعيم يقدم في 46 نقطة تطعيم و24 مدرسة، وتحرك الكادر الصحي بالدواب إلى المنحدرات الشرقية التي لا تصلها السيارات. من جانبه دعا مدير مديرية عد قيح السيد هبتاي تسفازقي الإدارات والجهات الحكومية الأخرى التعاون مع الكادر الصحي لإنجاز المهمة في الوقت المحدد. يذكر أن التطعيم ضد السحائي نفذ في أقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر من 15 وحتى 30 من نوفمبر الماضي. استشهد المناضل الرائد عن دم مناسي إثر علة أصابته وتلقيه العلاج في الداخل والخارج في 14 من ديسمبر الجاري عن عمر بلغ 64 عاما. والتحق المناضل الرائد عن دم مناسي في يناير 1975 إلى صفوف قوات التحرير الشعبية، خدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص، حيث عمل إبان الكفاح المسلح في قسم الإمداد بالفرقة العسكرية 74 حتى ارتقى إلى مستوى قائد سرية. وبعد الاستقلال في العام 1994 عمل مسؤول النقل والتموين العسكري والأسلحة لمركز التدريب لقوات الدفاع الإريترية، فيما عمل ابتداء من العام 2006 وحتى يوم استشهاده في هيئة إدارة وزارة الدفاع. المناضل الرائد عن دوم مناسي رب أسرى، وأوري جسمانه الثرى عصر اليوم الأحد 15 من ديسمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وأعربت وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل الرائد عن دوم مناسي، وقدمت أحر تعازيها لأسرته وزملائه في العمل ورفاقه المناضلين. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. انتهت محادثات ماراثونية دولية بشأن المناخ إلى تأجيل المفاوضين قرارا حيويا بشأن تنظيم أسواق الكربون العالمية للعام المقبل. فبعد أسبوعين من المفاوضات في مدريد حول سبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، صدقت وفود 200 دولة على بيانات تدعو لمزيد من الطموح في تقليص سب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ومساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات التغيرات المناخية. لكن بالرغم من الانخراط في أطول محادثات مناخ أجريت على الإطلاق في نحو 25 نسخة من مؤتمرات التغير المناخي، فإن الوقود أرجأت البيت
البت في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل حسب القمة المقبلة في غلاسكو بعد عام. وكانت دول من أوروبا وقارات أخرى أعلنت أن عدم التوصل لاتفاق بشأن كيفية إدارة تبادل الانبعاثات الكربونية أفضل من إبرام اتفاق ضعيف من شأنه تقويض نحو 12 آلية إقليمية قائمة بالفعل حول الانبعاثات الكربونية. رفضت المكسيك محاولات الكونغرس الأمريكي فرض إرسال مفتشين أمريكيين إلى المصانع المكسيكية للتأكد من ضمان احترامها للبنود المتعلقة بحماية العمال التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية. وطرح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لإقرار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة أن يتم تعيين 5 ملحقين أمريكيين في المكسيك لمراقبة امتثال الأخيرة لقوانين العمل الجديدة. وكان مجلس الشيوخ المكسيكي قد صادق على الاتفاقية بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع واشنطن وأوناوا. وتم توقيع الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية في نوفمبر 2018 لتحل مكان اتفاقية نافتا التي أبرمت قبل 25 عاما. وطرح المفاوضون الأمريكيون في الأصل إرسال مفتشي إلى المكسيك لمراقبة تطبيق التزاماتها، لكن الحكومة المكسيكية ترفض هذا النهج. وبدلا من ذلك وافقت الدول الثلاث على إنشاء مجموعات وساطة لحل أي شكوى. قالت السلطات الإيطالية أنها أجلت نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزي بجنوب البلاد لحين انتهاء الخبراء من نزع فتيل قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية. وذكرت صحيفة إيطالية أن هذه أكبر عملية إجلاء في وقت السلم في إيطاليا، إذ اضطر أكثر من 60% من سكان المدينة إلى إخلاء منطقة في دائرة نصف قطرها 1617 مترا حول المكان الذي عثر فيه على القنبلة. وذكرت السلطات أن القنبلة البريطانية التي يعتقد أنها أسقطت على المدينة عام 1941 طولها متر وتحتوي على 40 كيلوغراما من الديناميت، وعثر على القنبلة بمحض صدفة الشهر الماضي أثناء أعمال ترميم في دار للعرض السينمائي. وأغلقت السلطات مطار المدينة ومحطة القطارات وفيها ومستشفيين وسجنا، وجرى إخلاؤها في إطار العملية التي تتوقع السلطات استكمالها في وقت سريع. الخبر الأخير في هذه النشرة: توجت الجامايكية توني آن سينغ بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث تغير مستدام للنساء والأطفال. وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة، قال سينغ التي تخرجت في جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها. وقال سينغ للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن إنها تريد أن تحدث تغيرا يكون مستداما، وهي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة. شكرا، انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.